اقول لك الحقيقه، انا فعلا بعشق الفيلر والبوتوكس. والله اعشقهم كده آه نتيجه سريعه. يعني انا لو حقنت فيلر خدودي هتبقلظ. نتيجه سريعه، مجرد ما يحقن لي الدكتور الفيلر قصدي ماده مالئه هتملى لي خدودي كده. وبدل ما ارفع حواجبي بتمارين اليوجا هحقن بوتوكس. انا بعشق الحاجات دي والله. بطبيعتي بالفطرة احنا بنحب الحاجة السهلة، ما بنحبش الحاجة الصعبة. انا عشان اكبر خدودي واعمل واقعد اعمل عضلات واحس بألم شديد في العضلات عشان ابقى بطريقة طبيعية. لكن مين يكره الفيلر والبوتوكس؟ النتيجة السريعة. ومع الوقت من حقن الفيلر والبوتوكس هيجي وقت الدكتور يقول لي لا، ما ينفعش بقى، احنا لازم ايه نعمل شد، يعني نشد الجلد، شدوا الجلد كده. واتكلم احس ان انا مشدوده، جلدي مشدود، مش عارفه اضحك براحتي او اكل او افتح الفك على الاخر كده. آه، مش هعرف افتح الفك. آه، احس ان انا مش انا. لكن الحاجه السهله اكيد انا بحبها. انا ايه اللي يخليني اجيب كربوناتو واقعد اقطع في ليمونه اللي هي الايطالي الكبيره دي، واقطعها واغليها، وبعدين اخد الميه بتاعتها اصفيها، اخد الميه اعجن بيها الكربونات واقعد افرك في فروه راسي كده بالراحه. طب ما انا اجيب على طول شامبو واغسل شعري على طول واريح دماغي. انا ايه اللي يخليني اعمل اخمر خضروات واعمل صيام متقطع؟ والطريقه الطبيعيه صعبه جدا وعايزه حد رايق. وانا رايقه الصراحه، رايقه وبعمل كل الحاجات دي بحب. آه الانتصار في حد ذاته ممتع جدا، انك انت بيبقى عندك خدود بعد كذا شهر من تمارين اليوجا المؤلمه. آه ان انا اشتغل على عظم بتاع الجمجمه بتاعي عشان ما تقلش كثافته ويتقلص ويبقى شكلي. لما اجي اعمل شد، جراحه شد، لازم يحقنوا لي برضه فيلر وبوتوكس. يعني انا هعمل شد واحقن كمان. مش مشكله فلوس خالص، يعني الحمد لله ربنا مديني من نعيمه ان انا اقدر اعمل الحاجات دي بمنتهى السهوله. وبدل ما اقعد انا اعمل لنفسي جسمي تصريف لمفاوي واعمل رياضه ومش عارفه إيه، هروح سبا كل اسبوع يعملوا لي مساج هارد شديد يعني، وبس مش يعملوا لي كتله عضليه. فمضطره ان انا اعمل انا تمارين المقاومه عشان يبقى عندي عضلات قويه تخلي جسمي متوازن، ما اقعش وانا ماشيه، او ما اجي اقوم اقدر اقوم، اقدر اقعد على قرافيسي، اقدر. الحاجات دي كلها ليها تمن. لكن انا عن نفسي لو في حاجات تعمل لي الحاجات الاصليه اللي من جوه جسمي بفلوس هعملها واريح دماغي. واشوف اي هوايه تانية غير التمارين اليوجا يعني والصيام المتقطع وكده. انا بعشق الحلويات، والله بحب الشوكولاته، انا بعشق الشوكولاته من صغري. وبحب كل حاجة طعمها حلو، وبحب الرنجة وبحب الفسيخ وبحب الكشري وبحب الفول وبحب الطعمية. أنا مضطرة، مش عن شجاعة مني أو إن أنا بطلة وكده، لا والله أبدا. أنا مضطرة أعيش في حرمان من الأكل بعض الوقت، وأتحمل آلام التمارين وآلام اليوجا وآلام وآلام تمارين المقاومة عشان داخليا يبقى صحي. هو ده التمن. ما الموضوع هنا مبقاش فلوس، الموضوع بقى الله كامل والكمال هو العدل. خلانا كلنا نقدر نوصل لنتائج رهيبة وجميلة جدا، بس كلنا زي بعض. اللي معاه بقى فلوس واللي ما معهوش. اللي معاه فلوس هيقدر يعمل حاجات خارجية، لكن لكن ما يقدرش يعمل العضلات ويحافظ على الأجهزة الحيوية بتاعته من غير جوع.
فانا من عشاق الفيلر والبوتوكس والحاجات دي، بحبها عشقها، بس هو انا مضطرة امشي على الطريقة الطبيعية اللي خلقها ربنا. آه، وفي ناس كمان، ده في ناس انا عرفت في ناس احسن مني بكتير. يعني في واحدة اسمها انيتا، عندها يعني 82 سنة تقريبا، شباب احسن، شكلها اصغر مني واجمل مني. عايشة على الخضروات بس النية، الخضروات والفاكهة النية، وبتزرعهم في بيتها بقالها 30 سنة. وبتشرب مية الندى، بتحط تجمع مية الندى كده من ورق أشجار وتشربها. أنا ما أقدرش أعمل كده، ما وصلتش بقى إن أنا أعيش على الخضار بصراحة. لأ، لأ، مش نباتية. أنا بحب اللحمة، بحب الفراخ، بحب البيض، بحب ده. انا كل فتره هتلاقيني عندي ورم هنا، غد، طلع لي عقده هنا من الزعل. آه، الحاله النفسيه، لو عندنا الحاله النفسيه حلوه، يبقى كده احنا كسبنا 90% من جمالنا وصحتنا. فحبيبتي لو بيساعدك ان انت تحطي فيلر وبوتوكس، انا شرحت لك هو اني لما احنا بنحقن فيلر وبوتوكس، بنقطع، بنفصل بين المخ والعضلات نفسها والعظم. فهيحصل مع الوقت العضلات يعني هتبقى في حالة ضمور، والعظم هتقل كثافته، ومش هينفع الفيلر والبوتوكس. يعني انت عندك 40 سنة، بس اللي يساعدك اعمليه. لو انت سعيدة وبتعملي حتى حاجة وعارفة انها مش حلوة، اعمليها. هيجي وقت تزهقي منها وتسيبيها وترجعي للطبيعة. فعادي، يعني مفيش مشكلة. انا نفسي اعمل كل الحاجات دي والله، بس خلاص بقى، زي ما بتقول جلدي تخن، وتعودت ان انا اتألم، وتعودت ان انا جوع، وتعودت على ان ابقى يعني بصحة. مش قادرة، ما بحبش المرض، يعني ما بحبش ان انا اعمل حاجة ما بقاش انا. خلاص بقت عادة فيا ان انا احب دايما ان انا ابقى طبيعية. ان انا احب الوان الصبغة، احب اصبغ شعري. ممكن اصبغ شعري مفيش مشكلة، وممكن اعمل بتاع ده اسمه ايه، كرياتين. اه، بس اقول لك كوافير يبعد سنتي من فروة الراس كده ويبدأ يشتغل، ويبقى شعري ناعم حرير. بس انا وانا شعري ناعم حرير مش شكل، مش بيبقى حلو يعني. بحبه يبقى ايه، منكوش كده وكيرلي يعني. كده لسه غسلان امبارح بالليل، آه فلسه هايش شويه. آه عشان الكربوناتو يعني ايه، بينشف شويه، وانا عشان كده بحط عصير الليمون، يعني عصير الليمون. فكل حاجه سهله جميله، كل حاجه سهله حلو. بس مش هتوصلي لمرحله الانتصار، او متعه الانتصار. فانت يعني اللي انت بتحبيه اعمليه، وعايزه ترجعي للطبيعه ليها تمن، ولازم نشتغل على نفسنا. وبتوصلي لمرحله فيها من الرضا والسعاده ملوش حدود. كل ما تلاقي مثلا خدودك بتكبر بتمارين، وانها طبيعيه، مش محطوط فيها ماده مالئه، بتحسي بالانتصار. والانتصار ده بيرفع الدوبامين جدا، ويخلي حالتك النفسيه جميله. في الاول كل حاجه بتبقى صعبه، مع الوقت احنا بنتعود ونبقى احسن. بس كده.